في أحد أقوى المواجهات العربية في كأس العالم، نسور قرطاج يواجهون حاملي اللقب منتخب الديوك الفرنسي المتأهل أصلا إلى دور ال16، وسيدخلون الفرنسيون في هذه المواجهة متحزمين بولدهم المشاغب كيليان امبابي الذي أصر على المشاركة في هذه المباراة رغما عن رغبة المدرب بإراحته. وستكون هذه المواجهة بمثابة مباراة نهائية بالنسبة للتوانسة، فأما الفوز وأما الخروج. ستقام المباراة يوم الأربعاء يوم 30 من الشهر الحالي، وستنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة 6 مساء حسب توقيت العراق والسعودية، و5 مساء حسب توقيت مصر، و4 مساء حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب. وستنقل المباراة على قناة بي ان سبورت المفتوحة وقناة الكأس الأولى. بالتوفيق للمنتخب العربي التونسي في هذه المواجهة، كل ثقة بأبناء تونس الخضراء، وأجزم أقولها بملء الفم إنهم قادرين إن شاء الله على الخروج بنتيجة إيجابية مشرفة من هذه الموقعة الصعبة. قبل أن تذهب في سبيلك يا عزيزي المشاهد، اترك أثر جميل خلفك، اشترك في القناة وضع لايك للفيديو. لن أكسب مالا من ذلك، ولكنني سأتحفز كثيرا على تنزيل المزيد من الفيديوهات عند رؤية تفاعلكم عبر هذه الوسائل المجانية. كان معكم عبد الله تيوبر، مع السلامة.